القذف السريع طبيعي فعلا ولا عندك مشكلة؟ من الآخر، سرعة القذف أو القذف السريع من أكتر الأسئلة اللي بتسألها في القناة. رجالة كتير جدا تبعت وتقولي أنا عندي قذف سريع، هل أنا كده مريض ولا عندي مشكلة؟ محتاج أروح لدكتور؟ هل أصلا في علاج؟ انقذني يا دكتور. خليني أبدأ بإني أسأل شوية أسئلة. هل كل راجل بيخلص بسرعة يبقى عنده قذف سريع؟ ولا الموضوع ممكن يكون أكبر من مجرد وقت زمني بالدقايق؟ هل المشكلة في الجسم ولا في الأعصاب ولا نفسية؟ والأهم بقى، هل بتتحسب بالدقايق ولا بالإحساس؟ وهل في فعلا أرقام عالمية واضحة؟ النهاردة هنحكي كل حاجة بالصراحة وبالعلم، ونشرح كل حاجة بوضوح. يعني إيه أصلا قذف سريع من الناحية العلمية؟ في الطب مش أي حد خلص بسرعة يبقى بيعاني من سرعة قذف ولا عنده تشخيص طبي. القذف السريع تعريفه طبيا واضح. الجمعية الدولية للصحة الجنسية بتعرف سرعة القذف بثلاث نقط أساسية. أول نقطة، القذف بيحصل دايما أو تقريبا كل مرة خلال حوالي دقيقة واحدة في الحالات الأولوية أو البرايمري كيسز. النقطة الثانية، عدم القدرة على تأخير القذف في معظم المرات. نمرة 3، وجود ضيق نفسي أو مشاكل في العلاقة بسبب الموضوع ده. يعني الموضوع مش رقم وبس، الموضوع فيه تحكم وفيه تأثير نفسي اجتماعي. مش بس كده، ده احنا بنقسمه لنوعين. نوع أولاني وده موجود مع الشخص من أول حياته الجنسية. النوع التاني ظهر بعد فترة كان قبلها طبيعي، وده مهم جدا نفرقهم لأن السبب والعلاج يختلفوا تماما بين النوعين. طب الطبيعي قد إيه؟ هل في رقم واضح؟ أيوة، في أبحاث اتعملت على آلاف الرجالة في دول مختلفة، لقوا إن متوسط القذف عند الرجالة حوالي 5 ل6 دقايق. في ناس 3 دقايق، في ناس 8 دقايق، وفي ناس أكتر من كده. يعني المدة اللي اسمها طبيعية واسعة جدا. لكن لو أقل من دقيقة في معظم المرات، هنا نبتدي نشك في سرعة القذف حقيقية. لكن خلي بالك، لو حصلت مرة واحدة كده بسبب توتر أو بعد فترة امتناع طويلة، ده هنا مش مرض. عشان يتصنف مرض لازم يكون نمط متكرر. هل القذف السريع مشكلة نفسية بس؟ الإجابة المختصرة لأ. زمان كانوا العلماء فاكرين ان الموضوع نفسي بس، لكن دلوقتي احنا عارفين ان الموضوع خليط معقد بين عوامل عصبية، نفسية، وهرمونية. من الناحية العصبية، الموضوع ليه علاقة بمادة اسمها السيروتونين في المخ. السيروتونين مسؤول عن تنظيم المزاج، وكمان ليه دور مهم جدا في تأخير القذف. الناس اللي عندهم حساسية عالية لمستقبلات معينة للسيروتونين ممكن يحصل عندهم القذف السريع. كمان في دور لناقلات عصبية تانية زي الدوبامين. أما من الناحية النفسية، فالقلق، الأداء تحت ضغط، والخوف من الفشل، كل ده يسرع الدائرة العصبية اللي مسؤولة عن القذف. يبقى نفهم من كده ان الموضوع مش نفسي بس ولا عضوي بس، ده تفاعل معقد بين الاتنين. هل الموضوع ده ليه علاقة بهرمونات زي التستوستيرون؟ سؤال حلو ومهم جدا. للأسف معظم الناس فاكرة إن أي مشكلة جنسية عند الراجل تبقى الموضوع ده ليه علاقة بهرمون التستوستيرون، بس الحقيقة مش كده خالص. التستوستيرون المنخفض غالبا بيعمل ضعف انتصاب أو حتى قلة رغبة، لكن القذف السريع في أغلب الحالات مش سببه نقص تستوستيرون. في أبحاث بتشير إن اضطرابات في الغدة الدرقية، خصوصا زيادة نشاط، ممكن تزود احتمالية القذف السريع. ليه الكلام ده؟ لأن زيادة في هرمون الغدة الدرقية بتسرع الجهاز العصبي عموما، وده بيخلي كل الاستجابات أسرع ومنها القذف. عشان كده في الحالات اللي الموضوع ده ظهر فيه فجأة، مهم جدا تعمل تحاليل لوظائف الغدة الدرقية. هل العادة السرية في سن صغير بتسبب سرعة قذف؟ وده سؤال بيتكرر كتير جدا. خليني أقول لك بقى إن مفيش دليل علمي بتقول إن مجرد ممارسة العادة السرية تسبب قذف سريع دائم. لكن لو الشخص اتعود فترة طويلة إنه يخلص بسرعة، يمكن من خوف إن حد يخش عليه أو ضغط، المخ هنا ممكن يتبرمج على نمط الاستعجال. ودي نقطة مهمة جدا. المخ بيتعلم من سلوكياتك الجنسية، فلو عودته على السرعة فترة طويلة ممكن يستمر النمط ده.
ولكن على فكرة ده ممكن يتعالج بالعلاج السلوكي، يعني قابل للتعديل. هل سرعة القصف ليها علاقة بضعف الانتصاب؟ ليه. القصف السريع وضعف الانتصاب في بينهم علاقة تبادلية. بعض الرجالة عندهم ضعف انتصاب بسيط فبيستعجلوا القصف خوفا من فقدان الانتصاب. في المقابل بقى القصف السريع المزمن ممكن يعمل لك قلق أداء، والقلق نفسه يؤدي لضعف انتصاب. يعني ممكن الاتنين يخشوا كده في دايرة مغلقة مع بعض. عشان كده مهم جدا التقييم الشامل. طب هل في فعلا علاج سلوكي فعال؟ في تقنيات علمية مثبتة زي تقنية الإيقاف والبدء وتقنية الضغط. الفكرة هنا إن الشخص بيتعلم يتعرف على اللحظة قبل القصف على طول، ومع التدريب المتكرر المخ بيعيد ضبط الاستجابة. كمان تمارين عضلات الحوض ليها دور مهم جدا. تقوية العضلات دي بتحسن التحكم العصبي وكمان التحكم العضلي اللي مسؤولة عن عملية القصف. وفي دراسات كتير أثبتت إن التدريب المنتظم لمدة تقريبا 3 شهور بيحسن التحكم بشكل ملحوظ. طب وعلاج بالأدوية، هل في أدوية آمنة فعلا؟ في فئة من الأدوية بتشتغل بإنها بترفع مستوى السيروتونين في المخ. بعضها كانت في الأصل مضادات للاكتئاب، لكن تلاحظ في الأبحاث إنها بتأخر القذف. في دواء قصير المفعول بيتاخد قبل العلاقة بوقت قصير. الأدوية دي بتعمل إيه بقى؟ تزود مستوى السيروتونين في المسارات العصبية المسؤولة عن القذف. الدراسات بقى أثبتت إنها ممكن تضاعف مدة القذف في بعض الحالات، وساعات كمان أكتر من الضعف. لكن طبعا لازم تتاخد تحت إشراف طبي. ليها بعض الأعراض الجانبية زي الغثيان البسيط أو دوخة بسيطة، لكن هي آمنة الاستعمال. في كمان كريمات موضوعية بتقلل الإحساس، لكن دي لازم استخدامها بحذر عشان ما تقللكش الإحساس بشكل مبالغ فيضيع المتعة بتاعت العلاقة. امتى أقول إني لازم أروح لدكتور؟ تروح لدكتور لو الموضوع ده موجود معاك دايما تقريبا، بيحصل في أقل من دقيقة في معظم المرات، مسبب لك ضيق نفسي أو مشاكل في العلاقة، أو لو ظهر لك فجأة بعد ما كنت طبيعي. وطبعا لو مسحوب معاه أعراض تانية زي ضعف انتصاب أو أعراض غدة درقية، هنا لازم تقييم طبي. الموضوع مش عيب ومش ضعف رجولة، ده اضطراب طبي وليه علاج. طب هل القذف السريع بيتعالج نهائيا؟ في نسبية كبيرة من الحالات التحسن بيكون واضح وبشكل كبير جدا، خصوصا لو السبب نفسي أو سلوكي. العلاج ساعات بيكون سلوكي فقط أو دوائي فقط أو ساعات الاتنين مع بعض. المهم إن الخطة تكون فردية لكل حالة حسب نوعها وحسب احتياجها، وفي حالات كتير جدا التحسن بيبان في خلال أسابيع. الخلاصة يا جماعة، خليني أرجع لك بالسؤال الأولاني: أنت طبيعي ولا عندك مشكلة فعلا؟ الطبيعي مش رقم محفوظ، الطبيعي إنك تكون قادر تتحكم، إنك تكون مرتاح نفسيا، وإن العلاقة تكون مرضية للطرفين. فلو عندك أي شك اسأل، اقرأ، اتعلم، واطلب مساعدة من متخصص. الصحة الجنسية جزء أساسي من حياتك والصحة النفسية، مفيش أي سبب للخجل، وافهم جسمك صح. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هو ده القذف السريع. انت طبيعي ولا عندك مشكلة فعلا؟ من الآخر